نعمل بقى النهاردة 4 5 وصفات كده حلوين قوي لبرد الشتاء كده، واحنا قاعدين بالليل ما بنعملش حاجة غير ان احنا بناكل. كمان في اجازة عايزين نعمل كده سهرات مختلفة، ونعمل كده حاجات كده للاولاد تطلعهم من مود المذاكرة والامتحانات اللي كانت ضغطانة ديت. وان شاء الله كل الوصفات تكون على قد الايد وموفرة وحلوة جدا وفي متناول الجميع ان شاء الله. هتعجبكم جدا. حطوا بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، ويلا بينا ندخل على اخر وصفة. هتعجبكم ان شاء الله قوي. اول حاجة عندي هعمل هنا كيك بالشوكولاتة بس موفر جدا بدون بيض وبدون اي حاجة وبدون سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة. عندي كوباية من السكر، 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، ولازم يكون كاكاو خام كده مش كاكاو محلى. وعندي كمان كوباية الا ربع من الزيت. هقلب كل ده مع بعض، وهحط كمان كوباية نفس الكوباية اللي انا عايرت بيها الزيت احط مية، وهقلب كده كل المكونات دي مع بعضها. ومش قادرة اقول لكم بقى هتطلع معاكي كيكة حلوة جدا جدا، مقاديرها مظبوطة وطعمها كريمي جدا كأنك بتاكلي براونيز كده او بتاكلي الكيك اللي احنا بنجيبه من بره، حاجة كده طعمها حلو جدا وكريمي قوي في بقك. هقلب كل المكونات كده مع بعض لحد لما احس ان السكر بتاعي داب، وبعد كده هنزل باضافة الدقيق. هحط كوبايتين من الدقيق، ويستحسن ان انا انخل الدقيق بتاعي كده في كل الكيكات اللي انا بعملها او المعجنات. لازم اكون بنخل الدقيق كده عشان يدخلي هوا، وكمان يضمن كده نجاح الوصفة بتاعتي. بحط كده الدقيق بتاعي، دي الكوباية التانية. بنخل كده الدقيق زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هحط كيس من البيكنج باودر او الكيك شيف، اي مادة رافعة عندي هحطها، وهي بتبقى البيكنج باودر او الكيك شيف. هقلب كده بالمضرب بتاعي وبس كده. الكيكة دي خلصت معايا. هدخلها بقى، هجيب بقى الصينية بتاعتي وهدهنها كده دهنة بسيطة كده من الزيت، وهدخلها بقى. اكون طبعا مسخنة الفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180. هحطها في الرف اللي في النص. بصوا بقى قوام الكيك بتاعك لو طلع تقيل شوية او حسيتي ان القوام بتاعك تقيل، ممكن تزودي كده ربع كوباية من المية وتقلبي كده، هيخف معاكي الكيك وهيبقى حلو جدا. احنا مش عايزين القوام خفيف قوي ولا تقيل قوي، احنا عايزينه متوسط. زي ما هنصبه كده مع بعض، زي ما قلت لكم هدهن القالب بتاعي او الصينية بمادة دهنية كده وهي نقطة زيت كده. وانا كمان عندي الصينية دي مش بتلزق خالص، فممكن ما كنتش ادهنها يعني. وعندي بقى الكيك كده هنزل بيه زي ما انتوا شايفين، مش محتاج اي حاجة، ولا لبن ولا بيض ولا زبدة ولا اي حاجة، موفرة جدا جدا. هي كوباية الزيت بس وكوباية السكر، وعملتي احلى كيك. صدقوني طعمها بيطلع حلو جدا، وبتبقى موفرة كده وطعمها غني كده وحلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. هدخلها بقى على درجة حرارة 180. وكان عندي هنا شوكولاتاية كده سيحتها، يعني زي بار كده من الشوكولاتة سيحته، ويعني تحطيه في الميكرويف كده هيسيح على طول، او تسيحيه على حمام بخار. طيب انا دلوقتي طلعت الكيك معايا وبردت شوية، وهجيب كده معلقة وانغزها او شوكة او اي حاجة، وابتدي كده ان انا انزل بالشوكولاتة بتاعتي. هتعمل لي كده وش. بصوا قطع الشوكولاتة لسه ما كانتش دابت كلها، على ما جيت اقدمها كانت دابت يعني. طب انا دلوقتي ما عنديش بار شوكولاتة وعايزة احط صوص شوكولاتة، هعمل ايه؟ هجيب في الخلاط ربع كوباية من الزيت، ربع كوباية نص كوباية بقى خلينا عشان تبقى الكمية كبيرة، نص كوباية من اللبن، نص كوباية من الزيت، 4 5 معالق كبار من الكاكاو. وهضرب كل دول في الخلاط ضرب كده سريع، وهيعمل معايا صوص شوكولاتة طعمه غني جدا وحلو قوي. وكل ما كان الكاكاو بتاعك نوع نضيفه كويس هيطلع معاكي طعم الشوكولاتة تحفة جدا. خلصت معايا الكيكة دي، وتقدري تقدميها بقى جنب شاي بلبن كده في السهرة، او شوية بيبس، او اي حاجة عصير مثلا. احنا كلنا بقينا بنعمل عصير، محدش بقى بيجيب البيبس خالص. هيبقى تمام قوي. وبعد كده عايزين بقى نعمل سهرة مثلا. انا دلوقتي عندي كيك وعايزة احضر سهرة بقى كده ونعمل حركات وبرضو تكون على قد الايد. انا كان عندي هنا قالب كيك مثلا كنت عملت معاه شوية فشار، شوية كاندي كده لو امكن، حبة لب،
والبودرة دي بتاعت الفشار زي بتاعت البطاطس كده، بتخلي طعم الفشار في حتة تانية، كأنك عاملة فشار بالأطعمة، بيبقى حلو قوي. شوية لب بقى. وبصوا العين بتاكل قبل البق يعني، فانتي حاولي توظفي وتعملي حركات كده وحاجات حلوة، وتحطي على ترابيزة وتحطي كوبايات عصير، وهيبقى الموضوع حلو جدا. اولادنا محتاجين فعلا في الاجازة انه يخرجوا من المود، ونعمل لهم اي حاجة كده ولو بسيطة وعلى قد الايد في البيت. وطبعا الشتاء بيحب الاكلات والسهرات والحاجات دي. ده كان تاني دي كانت تاني فكرة معايا او تاني وصفة سهلة وسريعة، وتقدروا تبدلوا الكيك ده بأي حاجة من الحاجات الجاهزة. لو انتوا مش حابين يعني تعملوا كيك في البيت، تقدروا تبدلوا اي حاجة جاهزة، حتى لو كيس شيبسي اللي هو ب10 جنيه ده، نفضيه في بولة كبيرة كده ونقعد كلنا ناكل منه. بس احنا طبعا بنشجع منتجات البيت، وبنشجع ان احنا نعمل كل حاجة في البيت تبقى موفرة شوية. بعد كده الوصفة اللي بعدها نعمل بسكوت حلو قوي، زي يعني كوكيز كده، طعمه حلو قوي وموفر برضو، وطعمه جميل جدا وكميته حلوة ومحترمة. عندي كوباية من السكر البودر، كوباية من السمنة، وقبل ما تشغلي المضرب لازم تهرسي السكر مع السمنة كده بطريقة يعني ايه، اللي هو ما يكونش السكر هايش كده ولا بودر خالص، علشان تضمني ان السكر ما يتطيرش كده ويبهدلك الدنيا. لان السكر بودر لما بيضرب بالمضرب بيبهدل الدنيا خالص. كوباية من السكر، كوباية من السمنة، وهضرب كل المكونات دي مع بعض لحد لما السكر بتاعي يدوب خالص، وتبقى المكونات بتاعتي دي هشة وكريمي. وبعد كده هنزل ببيضاية شوية من الفانيليا السايلة بقى او الباكت، وهتبقى دي اول حاجة اتعملت في العجين. عايزه اقول لكم البسكوت ده طالع، بصوا كميته حلوه قوي، كوبايه من السكر وكوبايه من السمنه عملوا لي كميه محترمه، وكمان طعمه حلو. تقدري بقى تحطيه كده الصبح مثلا، لو انتوا بتفطروا مثلا يعني. بصوا هو ما ينفعش فطار قوي لانه مش هيبقى مجدي بالنسبه مثلا اسره كامله او اطفال، بس تقدري بقى تخليه بالليل مع الشاي، عاملين شاي بالليل نسكافيه، شاي بلبن، اي مشروبات بالليل بتقدري تحطي منه طبقين كده، بيكون اختيار امثل وحاجة حلوة قوي للاطفال برضو ان هم يمسكوا في ايديهم كده البسكوتة. بعد كده هنزل بكوبايتين من الدقيق، وهنا الدقيق كان على حسب العجينة، يعني كوباية السكر مع كوباية السمنة اخدوا معايا حوالي 2.5 كوبايات من الدقيق ل3 كوبايات على حسب نوع الدقيق. انا كنت مثبتة كوبايتين بس اخدوا معايا 2.5 كوبايات. ضفت كمان معلقة من البيكنج باودر، يعني مش معلقة كبيرة، معلقة صغيرة قوي او نص معلقة من معلقة الشاي دي الصغيرة. هتقلبيها كده مع الدقيق برضو وتضيفيها. ولو حسيتي ان العجينة كريمي قوي وانتي مش عارفة ان انتي تلميها، هنحط نص كوباية الدقيق دي زي ما قلتلكوا، هتظبط بقى معايا القوام بتاع العجينة وهتبقى مظبوطة. حاولي ما تعجنيش بايدك غير لما العجينه تتلم معاكي. بعد كده عندي قسمت العجينه النصين، عندي هعمل جزء بالشوكولاته، هحط له معلقه كاكاو كبيره كده، وجزء اخليه بالفانيليا زي ما هو. وهنا لازم اتدخل بايدي علشان ادمج الكاكاو جوه العجين بطريقه يعني ايه سريعه. لقيتي العجينه مش ماشيه معاكي، حطي كده ايه معلقه زيت على ايديكي وهتمشي معاكي العجينه كويس جدا. بس كده بعد ما عجنتها بقى ودمجت كده الكاكاو فيها، بقت جاهزة معايا. بصوا ده قوام العجينة، بتبقى ماسكة نفسها كده، تاخدي الكورة تبططيها كده، تكوريها وتبططيها ما تشققش معاكي. جبت بقى الصينية اللي انا هخبز فيها الكوكيز يا جماعة او البسكوت دوت، ما بياخدش وقت يعني، قوام على طول هيستوي معاكي. واقولك برضو بصوا دي شوكولات شيبس، لو انتوا حابين يعني تحطوها تبقى حلوة قوي على الوش. ما عندكوش مثلا ممكن تستبدلوها بقطع شوكولاتة كده، اي شوكولاتة عندك كده في المطبخ ممكن تقطعيها مكعبات صغيرة، بس دي بتبقى لذيذة جدا والاطفال بيحبوها. هجيب كده اول حاجة هشتغل فيها العجينة البيضة الاول، علشان يعني ما اشتغلش في العجينة التانية واجي امسك العجينة البيضة تتبهدل مني. مسكت كده العجينة، بصوا سهل جدا وماسك نفسه وجميل ومفهوش اي تعقيد ولا اي حاجة. ينفع بقى ترصي منه كده على
طبق مثلا اطباق بالليل كده جنب شاي بلبن، جنب شاي سادة، جنب عصير كده، وانتوا قاعدين كده قدام التلفزيون تحطيه كده في اللي هي الشيالة بتاعت البسكوت والحاجات ديت، تحطيه كده على الترابيزة هيبقى حلو قوي. ممكن تحطيه في علبة مقفولة لو انت عندك اطفال مثلا بيبهدلوا الدنيا وكده، هتحطيه في علبة مقفولة ويبقى جاهز معاكي في اي وقت تاكلوا منه، بيبقى حلو جدا. وكمان لو جالك ضيوف تقدري تحطيه تقدميه جنب اي حاجة عصير او اي حاجة. هو بصوا عامة الكوكيز كده من الحاجات اللي هي ايه، ما بيختلفش عليها اتنين، يعني كل الناس بتحبه، الاطفال والكبار وكل حاجة. خلصت بقى اول كمية هيت، وهعمل بقى الصينية التانية. هعمل اللي هو بالشوكولاتة. انا كنت مكترة بصراحة حتة العجينة اللي بالشوكولاتة. بصوا بوريكم الطبق طلع زي الفل. تعالي اقولك بقى على تكاية كده وانتي بتدخلي الفرن. انتي طبعا عندك الفرن بتاعك، بتحطي مثلا البسكوت في الرف اللي في النص وخلاص، بتستني يطلع تدخلي الصينية اللي بعدها. طبعا مش هنحط البسكوت من تحت خالص، اي بسكوتات معجنات كلها بتتحط على الرف اللي في النص اللي هو الرف اللي من فوق. طب انا دلوقتي عايزة انجز وقتي واحط واعمل مثلا الصينيتين مع بعض في نفس الفرن، وانا فرني بياخد صينية واحدة. هعمل ايه الحركة دي بصراحة؟ يعني شفتها من الشيف شيف محمد حامد في قناة فود. آه، بيقلب صينية كده، بيجيب صينية فرن كده تكون يعني تقيلة شوية، صينية من الصواني ديت مش الصواني الخفيفة. وقلبها في القعر الفرن من تحت كده، وحط فوقيها الصينية التانية، كأنك بالظبط عاملة رف تاني. يعني كأنك حاطة الصينية اللي من تحت كأنك حطاها على رف، مش ملامسة لأرضية الصاجة. فدي كانت حركة بصراحة حلوة قوي وعجبتني، وبقيت بعملها من ساعتها بتنجز معايا. بدخل الصينيتين مع بعض، سواء كنت بخبز بسكوت او معجنات او اي حاجة، ما بياخدش معايا وقت تماما. بصوا بقى البسكوت طلع تحفة جدا جدا وطعمه حلو قوي. وبصوا تحفة. يعني انا كنت هنا مزنقة في الصينية ديت علشان كنت عايزة انجز. يعني هو ما فرش بقى، يعني شكله تحسوه انه فارش، هو ما فرش ولا حاجة. انا حاطة شوية بيكنج باودر فتحسوه نفش سيكة يعني، ما فانتوا ما تكتروش البيكنج باودر عشان ما يفرش قوي معاكم. بس هو طالع مظبوط على الشعرة وطعمه كان خطير بصراحة، طعمه كان حلو قوي. ونصيحة بقى لما تيجوا تعملوه كتروا بقى اللي بالشوكولاتة اكتر، لانه هتلاقوا الهجوم عليه اكتر من اللي هو الابيض. يعني انا لما عملته كان اللي بالشوكولاتة كان طعمه ألذ بكتير. فطبعا كلنا بنحب الشوكولاتة، فبما اننا كلنا بنحب الشوكولاتة فانتوا كتروا بقى من الكمية اللي هي بتبقى بالشوكولاتة احلى. بصوا تحفة جدا. تحطي بقى العلبة دي كده عندك على ترابيزة الانتريه مثلا وانتوا قاعدين، او الركنة، وتطلعي منها كده لأي حد عاوز ياخد، او تقدمي كده تبقى حلوة قوي. انا حفظتها كده عندي وبقيت جاهزة معايا في التقديمات. بعد كده الوصفة اللي بعدها عندي هنا هعمل كيك اللي هو اليومي العادي. والكيك ده تقدروا يعني تعملوا منه كذا حاجة. عندي هنا هحط كل المقادير بتاعتي في الخلاط. هعمل ايه بقى؟ 3 بيضات، كيس فانيليا، كوباية لبن، كوباية سكر، كوباية زيت على سمنة. وهقلب كل ده في الخلاط كده، وهبتدي ان انا اضربه كده في الخلاط من غير اي حاجة. وبعد كده اروح حاطه يعني نازله بالمكونات دي على الدقيق. سهله جدا الطريقه بتاعه الكيك العاديه دي بقى. طب هقول لكم على افكار. كلنا شاطرين وبنعرف نعمل الكيك اليومي ده، او الكيك بتاع شرب الشاي. هقول لكم بقى على الافكار اللي ممكن تعملوا منها. تعملوا يعني تعملوا ايه بالكيك ده. مثلا لو انتوا عايزين تعملوا سهرة تقدروا تعملوا زي ما وريتكم في اول الفيديو. مثلا كاندي، فشار، مش عارف ايه، شوية حاجات كده، وتقطعوا كل واحد طبق كده وتحطوا كل واحد فيه يعني تحطوا الكيك وتحطوا مثلا كل واحد طبق كده فيه قطعة كيك وشوية من الكاندي وشوية من الفشار ومش عارف ايه. حتى لو يعني احنا مثلا بنتكلم على فئة الاطفال هيحبوا كده قوي، هيبقى عنده كذا اختيار، حاجة حلوة على كاندي على كيك على معرفش ايه الحاجات دي، هيبقى حاجة حلوة جدا. تقدروا كمان
بالليل بقى احنا بنجوع، بنتغدى مثلا بدري، بنجوع بالليل وعايزين ناكل مثلا حاجة خفيفة. انتي كست بيت خلاص زهقتي، عملتي غدا بقى وغسلتي المواعين، مش عايزة توسخي المطبخ، عملتي صينية كيك كده وانتي واقفة في المطبخ. بالنهار مثلا عملتي الغدا، ومن ورا الغدا روحتي عاملة صينية كيك زي كده، تطلعيها من الفرن تبرد، وتروحي مغطياها كده بالاسترتش، وتروحي ركنها عندك. بالليل بقى هتلاقي كل الناس بقى بالليل بعد الساعة مثلا 10 ولا حاجة كله بقى بيجوع، سواء كنتوا متعشين بدري او متأخر، هتلاقي برضو في جوع بالليل. تقدري بقى تعملي صينية شاي بلبن كده وتخشي عليهم بصينية الكيك ديت. تقدري تعملي كاكاو باللبن مثلا، وتقعدوا كده تاكلوا منها شاي سادة، شوية سحلب، وتحطي صينية الكيك دي. تقدري تعملي بقى اي حاجة جنبها، المهم ان هي هتسد معاكي في اي سهرة، في جوع نص الليل، في الحاجات ديت صينية الكيك دي مقدسة طبعا. نيجي بقى للفكرة اللي بعد كده او الوصفة اللي بعد كده. هي مش وصفة، هي برضو فكرة، انا بديكوا افكار للناس اللي مثلا واحدة بتشتغل مثلا ما عندهاش وقت ان هي تيجي تقف تعمل معجنات، تعمل معرفش ايه. ده دونات جاهز، يعني كان جايلنا وكده دونات جاهز. وانا عادة بعمل الدونات في البيت، لان انا الصراحة مش بحب طعم الجاهز، او بقى يعني بحسه اللي هو مش فريش قوي لو انا مش جايباه من مكان موثوق منه. عندي هنا الدونات، جبت كده اطباق، انا بوريكم افكار للتقديم، تقدروا تطبقوا الافكار دي على الدونات، على البسكوت، على الكيك، على اي حاجة انتوا بتحبوها. و يعني بتعملوا بقى، بصوا بتعملوا بقى انتي كست بيت المفروض تعملي من الفسيخ شربات، يعني اللي هو انتي تعملي بقى ايه الحاجات اللي هي موجودة عندك، توظفيها هتطلع حلوة جدا، هتطلع. الاولاد بيحبوا دايما تضحكي عليهم بالشكل الحلو والكوبايه مش عارف ايه، وتطلعي بقى كوبايات كده تكوني مطلعتهاش بقالها كتير، شوية عصير مانجا، شوية عصير فراولة، شوية موز باللبن، اي حاجة من الحاجات دي هتلاقي نفسك عملتي احلى حاجة. واهم حاجة الحاجة تكون معمولة بحب، هتطلع معاكي حلوة جدا. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، ودي كانت افكاري البسيطة اللي حاولت اجمعها لكم كلها في فيديو واحد. لو انتي حابة تعملي اي سهرة، اي حاجة، اي منظر كده للاولاد قبل ما الاجازة تخلص، عندك كذا وصفة وكذا طريقة وكذا فكرة تقدري تاخدي منها اي فكرة. ومتنسيش لو اي فكرة فيهم عجبتك ونفذتيها تدعيلي دعوة حلوة من قلبك، وتحطيلي لايك للفيديو واشتراك لو لسه ما اشتركتيش. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.